تخيل إنك تقدر تتحكم في غضبك، تتفهم الناس بسهولة وتخلي كل علاقة في حياتك تمشي بسلاسة. هذا مو بخيال، هذا اسمه الذكاء العاطفي وممكن تتعلمه. أغلب الناس يعتقدون أن الذكاء هو بس أنك شاطر في المدرسة أو تعرف تحل معادلات، بس الحقيقة الذكاء العاطفي هو اللي يحدد إذا بتكمل وتنجح أو تتوقف عند أول عقبة. الذكاء العاطفي هو أنك تعرف تتحكم في مشاعرك وتفهم نفسك وتفهم اللي قدامك، تتعامل مع المواقف بحكمة مو بردة فعل عشوائية. كم مرة قلت شيء ندمت عليه، كم مرة عصبت وخربت علاقة. هنا يجي دور الذكاء العاطفي. لو كان عندك كان المواقف كلها اختلف. شو مكونات الذكاء العاطفي؟ الوعي الذاتي، ضبط النفس والتحفيز الداخلي والتعاطف، المهارات الاجتماعية. تبغى تطوره؟ راقب نفسك وقت الزعل، اسأل نفسك ليش حسيت بهذه الطريقة. خذ نفس قبل ما ترد على أي أحد واسمع للناس فعليا، لا تقاطعهم. إذا قدرت تسيطر على مشاعرك تقدر تسيطر على حياتك. الذكاء العاطفي مو شيء ينولد معك، تقدر تبنيه وتبدأ من اليوم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك واكتب لي تحت وش أصعب شعور تتعامل معاه. نشوفك في الفيديو الجاي. لا تخلي الحياة تلعب فيك، العبها صح.